واحدة من البطاقات الدولية الافتراضية الجديدة اللي ابتدت تنزل على الساحة، وبقالها كام شهر وانا بقالي فترة مراقبها عشان اشوف ايه الدنيا بتاعتها. بس بصراحة في الفترة الأخيرة لقيت البطاقة دي ممتازة جدا وبقى ليها مميزات كتيرة جدا. والبطاقة اللي هتكلم عنها النهاردة هي بطاقة ماي بال، والبطاقة دي تقدر تطلعها من أول عمر 18 سنة، وبرضه بالبطاقة الشخصية بتنزلها من الرابط اللي هسيبهولك في وصف الفيديو. الكارت حاليا سعره $7، وانت هتاخد البونص $5، فكأنك كده انت دافع فيه $2 بس، وتقدر تتعامل بيها دولي براحتك. هوريك بقى كل التفاصيل دي من اول التوثيق بتاع الحساب لحد ايه الشروط عشان تاخد البونص $5، والشروط بسيطة جدا. وهقول لك بقى كل مميزات البطاقة دي ونجربها مع بعض على موقع ولا موقعين، نشوف الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. لايك حلو منك واشتراك في القناة، ويلا بينا على كل التفاصيل. اول ما بتدخل على الرابط اللي في وصف الفيديو بينقلك للصفحة دي زي كده ما انتوا شايفين، وبيقولك هنا لو انت سجلت بتاخد بونص $5. فمبدئيا كده البداية مبشرة جدا. بضغط هنا على جيت ال5 يونتس، وبعد كده بيطلب مني هنا الايميل والباسورد، وطبعا بيبعت لي كود للتفعيل عن طريق الايميل. وبعد كده في الانفيتيشن كود بتحط الكود اللي ظاهر قدامك في الشاشة. بعد كده بتضغط هنا على ساين اب. بعد ما خلصت التسجيل رحت على جوجل بلاي وعملت سيرش على ماي بال. ظهر لي اهو اللوجو زي ما انتم شايفين ماي بال برو، بضغط عليه هنا وبعد كده بضغط هنا على انستول. بعد ما نزل التطبيق زي ما انتم شايفين كده بفتحه، وبعد كده بوافق هنا على الشروط والاحكام، وبعد كده بضغط هنا على لوج ان. بحط الايميل والباسورد اللي انا لسه عامل لهم انشاء من شويه، وبعد كده بضغط هنا على لوجين. اول ما بتدخل التطبيق ده بيبقى شكل الصفحه ظاهره قدامكم. طبعا انا رصيدي حاليا $0، وهشرح لك ازاي تاخد البونص $5، بس قبل اي شيء لازم توثق حسابك. فاحنا دلوقتي هننزل تحت في التطبيق، وبعد كده هنضغط على الاكونت، وبعد كده بتضغط على KYC authentication. اختصارا لوقت الفيديو، طبعا طريقة التوثيق هي اسطمبة في كل البطاقات. كل المطلوب منك بترفع وش وظهر البطاقة، وكمان بتحط ارقام بطاقتك، وبتاخد صورة سيلفي وبيتوافق عليك. خليني كده اعدي الخطوات دي واقول لك اتوافق معايا في خلال قد ايه. انا عايز اقول لكم بمجرد ما رفعت بطاقتي وتصورت سيلفي في خلال ساعات بسيطة كان متوافق معايا، وكلمة اللي هي unverified او غير موثق بقت verified، وظهر لي في خانة الكوبون ان انا دلوقتي اقدر استعمل الكوبون. وهي دي التركية اللي هقولك عليها وازاي تكسب $5 اللي انت هتدفعهم كمان شوية في الفيزا. دلوقتي احنا عايزين نشتري مع بعض الكارت الافتراضي ونشوف مميزاته. مبدئيا بتيجي تحت عند كلمة كارت، بتلاقي عندك فوق خانتين، يا اما الكارت الافتراضي يا اما الكارت الحقيقي. المفاجأة ان سعر الكارت الافتراضي هو $7، والكارت الحقيقي مجانا، انت بس بتدفع مصاريف الشحن وسعره $17. طبعا لو عجبتكم فكرة ماي بال ممكن اعمل لكم فيديو مخصوص عن الكارت الحقيقي، لكن في الفيديو ده انا هتكلم بالذات على الكارت الافتراضي. بس طبعا لازم قبل ما تشتري الكارت تكون شاحن حسابك ب5 أو 6 دولار بحيث تقدر تشتري الكارت. فانا عديت الخطوة دي وشحنت حسابي عشان اشتري قدامكم الكارت، وبعد كده هوريكم تجربة حقيقية لشحن الحساب ده. فهختار هنا الكارت الافتراضي واختار هنا ابلاي الكارد. طبعا هنا المفروض ان هو عشان يتاكد ان انا صاحب الحساب بيبعت لي زي كود كده على الايميل، فبضغط هنا على سند كود. زي ما انتم شايفين الكود وصلني على الايميل، مجرد بس هعمل له لصق واضغط هنا على كونفيرم. بعد كده بينقلني للصفحه دي، وبعد كده بضغط هنا على كومبليت. انا عايز اقول لكم في ثواني بسيطه الكارت اتفتح معايا. عندي هنا 3 زراير، هنا اكتيفيت اللي هو تفعيل عشان الكارت يشتغل، وعندي هنا زرار ان انا اظهر بيانات الكارت، وعندي زرار هنا اللي هو 3DS. بالنسبه لزرار 3DS ده هيفيدك بمجرد ما انت تعمل معامله، المفروض بتضغط عليه بيجيب لك اخر معامله، ولازم تعمل لها ابروف من داخل التطبيق عشان يوافق عليها. وده زي اسلوب امان زياده عشان تحمي بياناتك ورصيدك في الكارت. مبدئيا هنا لو ضغطت على اكتيفيت هنا بيطلب منك $10 عشان تشحن
الكارت عشان تفعله بس لأول مرة. بعد كده هيبقى الحد الأدنى للشحن هو $1، لكن أول مرة بس للتفعيل هي $10. بس نصيحة مني، اشحن ب$11 مثلا، بحيث انه شحن الكارت من التطبيق بيخصم 1% رسوم، فخلي شحنتك أعلى من $10 أول مرة، بحيث ان اللي يوصلك يبقى أعلى من $10. مفاجأة بقى هنا ان انا أول شحنة ليا بالكارت بشحن ب$10 باخدهم $15 رصيد على الكارت، وبكده اكون دفعت في الكارت $7 واخدت بونص $5، يبقى بالتالي كده سعر الكارت وقف عليا ب$2 بس خلي بالك البونص ده بالكامل بينزل على الكارت، يعني تستخدمه كمشتريات، ما ينفعش تسحبه. فخليني دلوقتي بقى اوريكم تجربة كاملة للشحن. مبدئيا هنا بقى هرجع على والت، وبعد كده هضغط هنا على توب اب. بعد كده هنا بيقول لي انت عايز تشحن بعملة ايه، فاختار اليو اس دي تي، هي اصلا العملة الوحيدة اليو اس دي تي. فبيقول لي عايز تشحن على شبكة التي ار سي 20 ولا البيب 20. وجهة نظري البيب 20 افضل. كده هنا بتيجي تنسخ عنوان المحفظة، وما تنساش انه اقل مبلغ للشحن هو 10 سنت. طبعا تقدر تشحن من خلال باينانس او من خلال بيبت او من خلال اي منصة عندك عليها يو اس دي تي تقدر تشحن. فانا دلوقتي رحت على منصة بيبت، فهنا هختار شبكة اللي هو البيب 20. وبعد كده هنا بيقول لي انت عايز تسحب قد ايه، فاختار هنا $10. وبعد كده تمت المعاملة بنجاح. خلينا كده نستنى لحد ما الفلوس توصل لنا على المحفظة في ماي بال. زي ما انتم شايفين في خلال دقايق بسيطة الفلوس وصلتني على حسابي في ماي بال. وقبل اي شيء بتيجي تضغط هنا على زرار الاكسشينج عشان تحول من اليو اس دي تي لليو اس دي عشان تقدر تشحن بيهم الكارت. فالوقتي هختار اول، فبيقول لي هنا انه المبلغ اللي هيوصلني $9.90، وبالتالي كده هو بيخصم 1%. بعد كده هنا برجع على الكارد، وبعد كده هنا بضغط على اكتيفيت. دلوقتي هختار ان انا هعمل توب اب. انا دلوقتي معايا $10.90 بعد ما حولتها لليو اس دي، فاختار هنا اول، وبعد كده هفعل اللي هو كوبون الخصم، وبعد كده هنا بضغط على كونفيرم. زي ما انتم شايفين بيقول لي انه تم شحن الكارت بنجاح. خلينا بقى ننتظر لحظات لحد ما يتم تفعيل الكارت. في خلال اقل من دقيقة تم تفعيل الكارت معايا، والرصيد زي ما انتم شايفين $15.90، وبالتالي كده انا كسبت $5. دلوقتي بقى اقدر ان انا اظهر بيانات الكارت. كل المطلوب مني هنا بضغط على السي في في، زي ما انتم شايفين ظهر لي اهو بيانات الكارت، والمفاجأة انه صلاحية الكارت ده 5 سنين، فشيء ممتاز جدا. انا بمنتهى السهولة لو عايز اشحن الكارت تاني بضغط هنا على توب اب وبعمل نفس الخطوة دي. والجميل بقى انه عشان اعمل شحن للكارت اقل شحن هو $1. طالما انت شحنت $10 بتاعت التفعيل، فانت بعد كده مش مطلوب منك غير مثلا عايز تشحن $1 او اعلى، بس مش اقل من $1. خلينا نتكلم شوية على حدود ورسوم الكارت. اولا مفيش اي رسوم شهرية ولا سنوية، هي ال5 سنين المبلغ اللي انت دفعته. ثانيا عمولة الدفع بالدولار 0%، فتعتبر من افضل البطاقات اللي ممكن تتعامل بيها في الدولار. اما لو بتدفع بعملة غير الدولار فبيخصم منك 1.5%. وخلي بالك برضو زي اي فيزا ليك 3 معاملات شهريا مرفوضة. من اول المعاملة الرابعة شهريا بيخصم منك 30 سنت، وليك 5 معاملات شهريا اقل من $1. من اول المعاملة الستة بيخصم منك 10 سنت مع كل معاملة. هجرب اشحن ب 300 جنيه اعلانات الممولة عندي في الفيسبوك بالكارت بتاع ماي بال. بعد كده بضغط هنا على نيكست. بعد كده اهم حاجة ترجع على التطبيق، وبعد كده تضغط هنا على 3 دي اس. وبعد كده هنا بيقولك ان في معاملة على الفيسبوك ب 300 جنيه لازم تعمل لها ابروف. فانا هنا هعمل كونفيرم، وبعد كده برجع هنا على صفحة الفيسبوك وبضغط هنا على ابروف. زي ما انتم شايفين بمنتهى البساطة تمت الموافقة على العملية. فهي دي فايدة زرار 3 دي اس في محفظة ماي بال. انا عايز اقول لكم وبرضو نجحت عملية شحن حسابي في جوجل ادز بدون اي مشاكل. فكده نجح معايا الفيسبوك ونجح معايا اعلانات الجوجل، وكمان هينجح معاك الباي بال بدون اي مشاكل. بالنسبة لطرق السحب فانت لازم يكون معاك رصيد يو اس دي تي،
فبضغط هنا على ويزدرول، بعد كده بسحب بنفس الطريقه سواء تي ار سي او بيب 20. طيب خلينا بقى ننزل تحت لو احنا عايزين نحول تحويل دولي. وفي حاجه لفتت نظري حلوه جدا في التطبيق ده، فانا مثلا هنا باجي بضغط على ترانسفير، بيقول لي ان هو بيدعم اكتر من 80 دوله، وبيدعم اكتر من 38 عمله واكتر من 40 محفظه، وبيقول لك كمان ان انت تقدر تحول لمحافظ الكترونيه. فعندك كل بلاد العالم. انت مثلا لو انا هنا من مصر اختار مصر، فبيقول لي هنا ان انت تقدر تحول المحافظ المدعومه هي اتصالات. طبعا ده انا هجربه في فيديو منفصل. بضغط هنا على ريمت ناو، بيقول لي هنا المفروض يوصل لك في خلال 24 ساعه، ولو حصل مشاكل بترجع لك الفلوس والمصاريف اللي انت دفعتها في خلال 3 ايام. فبضغط هنا على كونفيرم. المفروض هنا بتحط رقم الاتصالات الخاص بيك، وبتشوف انت عايز تستقبل كام مصري، فبيقول لك هيتخصم منك كام. حاولت الخص لكم اغلبيه تفاصيل البطاقه والتطبيق ده في الفيديو، تلاقوني سايب لكم رابط التسجيل عشان كوبون الخصم يشتغل معاك في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.